انت دورك هنا كمشجع اهلاوي انك تخاطب اداره النادي الاهلي، خليها تخاطب الفيفا وخليها تخاطب الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري ان هم يمدوا فتره القيد. ايوه يا جماعه، اصل 31 اغسطس دي يعني احنا اداره بتحب تفكر براحتها، اداره مرحرحه، مفيش حاجه اسمها طاوله مفاوضات. احنا بنقعد على طابليه المفاوضات باللباس والفانيلا وشقتين بطيخ وحته جبنه قديمه وبنرحرح. احنا اداره بتحب الرحرحه. ايه يعني لما صفقه تاخد لها شهر؟ ايه يعني ايه المشكله لما اقعد شهر كامل بخلص في لاعب او اتنين؟ انا اداره بتحب الرحرحه، ما عندهاش مشكله تدخل السيزون الفريق مش مكتمل. ايه يعني؟ ايه عندنا حسين الشحات ورضا سليم؟ ما حلو ونجينا يا جماعه في اي فريق، ما اكتر من كده هيبقى تبذير بصراحه. الشحات بيتصاب كتير ورضا نفس النظام، مش مشكله هنطلع امام وكهربا يلعبوا مكانهم، معروفه يعني مش مشكله. يوم ما الفريق الاداره هتتخبط والدنيا بايظه خلاص مع الجهاز الفني هنمشي كولر، خلاص هنجيب مدير فني جديد. يعني ايه داخل السيزون بقلبين دفاع بس؟ ايه المشكله؟ ما رامي ربيعه اتصاب، عندك يوسف ايمن وياسر ابراهيم وارد يتصابوا، مش مشكله هنجيب محمد هاني يلعب قلب دفاع، وهنجيب عمر كمال ساعتها يلعب باك عادي جدا. ايه المشكله؟ طب مشيت ديانج، ايه المشكله يعني؟ ما عوضتش مكانه يا عم، بسيطه، ما كريم نيدفيد موجود. انت حرق ده، انت كمشجع حرق دمك ليه؟ حرق دمي لان انا طموحي كاس عالم للانديه. انت عبيط؟ اه انا عبيط يا عم، انا مشجع عبيط يا عم، انا مشجع متخلف يا سيدي. نفسي فريقي يبقى يوصل للعالميه، نفسي في بطوله زي الانتر كونتيننتال دي. ايه الصعب في كده؟ بعد تغيير نظام البطوله وان في ماتشات هتتلعب عندك وهتخرج تلعب ماتشات بره، الموضوع بقى افضل كتير واحسن كتير من قبل كده. ليه انت كاداره ما تطمحش ان انت تخلي الاسم النادي الاهلي في مكانه افضل؟ تخلي اسم النادي الاهلي دايما توب. داخل لي السيزون بونجن، انت متخيل؟ داخل لي سيزون كامل بونجن. فرق يعني. خلي يا عم رضا سليم تمام ما بيتصابش والشحات تمام، مش وارد واحد في دول يتوقفوا مثلا؟ مش هنقول لك اصابات، ايقاف. هتعمل ايه؟ وسام ابو علي هو المهاجم الوحيد اللي عندك، مفيش مهاجمين. ومشيت ديانج، طب انت بناء عليه مشيت ديانج؟ بناء عليه فضيت الفرقه كده؟ بناء عليه فضيت نص الملعب كده؟ اكرم قلنا مليون مره في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله ان اكرم اصاباته كتير. اكرم توفيق لاعب راجل، لاعب مقاتل في الملعب، فالتحاماته بتبقى صعبه، فوارد انه في اي لحظه يتصاب. ما تقوليش اوعى على تقول لي نيدفيد، يلا انا على اخري منك، انا على اخري منك. بيرسي تاو انا اللي عايز افهمه بقى قبل ما اجيب بيرسي تاو بس، هو طاهر لحد دلوقتي قاعد بيعمل ايه؟ سؤال لولبي لوزعي. طاهر في الاهلي لحد دلوقتي، لحد وقتنا هذا، لحد ما بصور يوم 7 سبتمبر، قاعد بيعمل ايه؟ لسه مش عارفين طاهر قاعد بيعمل ايه. طب بيرسي تاو موقفه ايه؟ ما انا كمشجع اهلاوي مش قادر احدد بيرسي تاو موجود. طب بيرسي تاو بره، بيرسي تاو ماشي، طب قاعد، طب نايم، طب واقف، انا مش فاهم. انت كرئيس مجلس اداره، ككابتن محمود الخطيب، شايف ان الوضع ده عادي؟ ما تقوليش كل واحد في النادي شايف شغله. لا، هنا كده في ملف الصفقات في تقصير. امير توفيق تعالى يا حبيبي، انت مقصر في 1 2 3 4، يبقى ساعتها انا هركن بقى امير زفت ده، وانا كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب المفروض ان انت راجل لعيب كوره، المفروض ان انت راجل ليك عين بتبص فيها وراجل فاهم، المفروض يبقى ليك تدخل، المفروض يبقى ليك موقف في المهزله اللي بتحصل دي. انما انا موسم انتقالات ممشي نص الفرقه فيه وممشي افضل مدافع في القاره، مش عارف اعوض على الاقل بمدافع او اتنين. ممشي افضل نص ملعب في القاره، مش عارف على الاقل اعوض بلاعب او اتنين. مفيش مهاجمين، مفيش وينجات. اللي هو ما دام خلاص كسبنا الدوري، خلاص مش بناخد افريقيا، خلاص عايزين ليه طموحكم اعلى من كده؟ ليه يا جمهور الاهلي طموحك اعلى من كده؟ ما ينفعش انت كمشجع اهلاوي طموحك يبقى اعلى من كده. رامي ربيعه اتصاب مع المنتخب، عندك امام عاشور اتصاب مع المنتخب، ابتدي بقى دور، دخلني في حسبه بيرما، مفيش غير يوسف ايمن وياسر ابراهيم، هتبتدي بيهم موسم صعب، موسم طويل على النادي الاهلي. عندك يوم 15 اول مباراه رسميه للنادي الاهلي في دوري الابطال قدام جورماهيا الساعه 3 العصر. هتروح هناك على الملاعب اللي هناك، مفيش مره رجعنا الفريق سليم، يعني مفيش لاعب كده الحمد لله نزل لعب المباراه الساعه 3 العصر وفي ملاعب افريقيا ورجع سليم. الكلام ده ما بيحصلش معانا. فانت دلوقتي مهدد. انت اصلا من قبل ما تلعب انت مهدد، من قبل ما تفكر تلعب انت مهدد. لا هجوم عندك شغال ولا ونجات شغال، مفيش ولا نص ملعب موجود. طب دلوقتي لو خلاص هنعتبر اكرم ده اتصاب، هتلاعب مين؟ ياسر ابراهيم نزل وجاله شد وطلع، هتلاعب مين؟ وارد يوسف ايمن يتصاب، هتلاعب مين؟
انت معايا؟ انت قابل الوضع؟ رضا سليم اللي بيتلمس يتكسر، تلاعب مكانه مين؟ مفيش خلاص كده. كل سنه وانت طيب. القيد الافريقي اخره 12 سبتمبر، وما اعتقدش ان اداره النادي الاهلي هتعمل حاجه قبل التاريخ ده. اهم حاجه اعملوا لنا اجتماعات، اهم حاجه طلعوا لنا بيانات، اهم حاجه اعملوا اجتماعات مناظر بس واشكال، دوروا ازاي تحتفلوا مش عارف بلاعب الجمباز، بلاعب البيبي، بلاعب مش عارف ايه، دوروا احتفلوا بالحاجات التافهه دي. انما فريق الكوره اللي هو مصدر دخل النادي الاهلي الاساسي، وهو اللي يعني هو الواجهه الاساسيه للنادي الاهلي هي كره القدم، وما تقوليش مفيش فلوس. ما شاء الله لعبنا كاس عالم للانديه، بطل افريقيا كل سنه، بطل سوبر افريقي، لعبت دوري السوبر الافريقي. يعني انت كان داخل لك فلوس من كل حته، داخل لك مشاركتك في كاس العالم دي لوحدها لا تقل عن 4 مليون دولار، فانت داخل لك فلوس من كل حته. ما تقوليش مفيش فلوس، اوعى اسمع الكلمه دي. هو تخاذل من الاداره، وهو نوم في العسل زي ما انا بسميها، هي اداره النوم في العسل. عشان في الاخر هتيجي رغم ان احنا كنا بننتقد كولر، بس الراجل انت لحد دلوقتي ما حققتلوش غير 2%، مفيش 2%، 1% من مطالبه. ومش هنضحك على بعض كتير، النادي الاهلي محتاج تدعيمات قويه، وهتستنى يناير عشان يبقى زي والتر بواليا. فاكرين بواليا يا جماعه؟ ده كنا جايبين بواليا عشان كاس العالم للانديه، انت متخيل؟ فمستني ايه من اداره كانت جايبه بواليا عشان تدعم خط الهجوم في كاس العالم للانديه اللي هو 2020؟ لك ان تتخيل. فهي دي اداره النادي الاهلي. انت عايز الاداره دي تعمل لك صفقات واو، وفي الاخر هتلاقي مش عارف مين جاي من الدوري الكيني، هتلاقي مش عارف مين برونو سافيو جاي من الدوري البوليفي، واقفل وعدي الدنيا على كده. سلام.